Ayush Sharma is a dog. So I think that day is what made me. Because अभी तक मैं तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए दिल में खिले फागुन के मौसम. فيديو اليوم وكما العادة مليون بالمفاجآت والأخبار الحصرية لعالم بوليوود. فضلا وليس أمرا إن كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فلا تنسوا الاشتراك فيها لدعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا كذلك مشاركة آرائكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات. تنعم نجمة بوليوود بارنيتي تشوبرا حاليا بالتقدير لأدائها في فيلمها الجديد أمر سانك شامكيلا. وقد تحدثت الممثلة مؤخرا في بودكاست حديث عن المحسوبية في الصناعة، وكيف أن الارتباط بابنة عمها والنجمة بريانكا تشوبرا لا يمكن أن يقودك إلى نحو الفيلم الأول، ولكن بعد ذلك الرحلة لها. هذا وفي المقابلة عندما سئلت بارنيتي عما إذا كانت لديها ميزة غير عادلة من خلال ارتباطها ببريانكا، قالت معلقة: إذا كان من الممكن أن يساعد الارتباط ببريانكا تشوبرا في مسيرتي المهنية فلن أواجه أي إخفاقات في مهنتي، ولقد رأيت كذلك مثل هذه المستويات المنخفضة في السنوات العشر الماضية. وعلاوة على ذلك، وعندما طلب منها أيضا التعليق على الموضوع، تابعت قائلة: كل شخص كان لديه بعض الارتباط في الصناعة يتعرض في الواقع لضغوط كبيرة، قد تحصل على فرصتك الأولى أو أول اختبار أداء أو أول لقاء، ولكن بعد ذلك تصبح وحدك ويصبح من الصعب إثبات نفسك. المقارنات لن تنتهي أبدا، لذا ما يحدث هو أنه يمكنك أن تكون غريبا تماما، ومن الصعب جدا البقاء على قيد الحياة، أو من الممكن أن تكون مرتبطا بشخص ما وتحصل على هذا اللقاء الأول، ولكن بعد ذلك رحلتك هي رحلتك الخاصة. وقد أضافت بارنيتي كذلك في حديثها أنه حتى لو لم تكن المحسوبية مهمة فإن المحسوبية هي القضية الأكبر، وقالت أنه يجب على المرء أن يكون موهوبا وأن يتمتع بعلاقة عامة جيدة في الصناعة من أجل البقاء. ومن جهة أخرى فقد تحدث مؤخرا سهر نجم بوليوود سلمان خان أيوش شارما الذي يقوم حاليا بالترويج لفيلمه الجديد روسلانا عن كيفية سماعه تعليقات قاسية في السابق، مثل كان ينبغي على سلمان أن يطلق كلبا بدلا منها، حيث أن الممثل متزوج من شقيقة سلمان أربطة خان، وقد بكى عندما تذكر التصريحات القديمة خلال مقابلة جديدة مع الصحفي سيدارت كنان. هذا وقد ظهر الممثل لأول مرة في بوليوود مع فيلم لوفيتري لعام 2018، وقد تذكر أيوش في المقابلة الأشخاص الذين علقوا بأن سلمان قد أهدر أموالها من خلال إطلاق أول فيلم لها. وفي حديثه عن ذلك قال أيوش معلقا: ذلك اليوم هو الذي صنعني، لأنني حتى الآن واجهت أشياء كثير وهذا أمر لا بأس بها، ولكن عندما تمت مقارنتي بالكلب كان ذلك عندما شعرت بذلك لأول مرة، وقلت أنه في أحد الأيام عندما يريد ابني أن يقرأ عن والده على الإنترنت سيكتب شخصا ما أن والده كلب. وقد تابع أيوش الحديث قائلا: عندما يكبر ابني وابنتي ويبحثان عن والدهما على جوجل يجب أن يقرأ الأشياء الجيدة. لقد كتبت بوابة كبيرة أن أيوش شارما كلب، واليوم أريد أن أشكرهما لأنهم قد ركلوني في مؤخرتي لأصبح هذا الشخص. وبالحديث عن أيوش فقد تم إصدار فيلمه روسلانا البارح يوم الجمعة في قاعة السينما، وقد حضر قبل يومين كذلك سلمان خان وباقي أفراد العائلة العرض الأول للفيلم. यस थिएटर में आग लगने वाली है।
ومن جهة أخرى لقد تركت نجمة التسعينات مادهوري ديكشيت وكاريشما كابور معجبهما في حالة من الحنين إلى الماضي، وذلك أثناء قيامهما مؤخرا بإعادة إنشاء معركة الرقص الخاصة بهما من فيلمهما الناجح ديل باباغالهي، وذلك من خلال البرنامج التلفزيوني دانس دي فانيلا الرقص الذي تظهر في مادهوري كحكمة، وقد كانت كاريشما ضيفة حلقة هذا الأسبوع. هذا وقد تمت مشاركة مقطع فيديو أداء مادهوري وكاريشما بواسطة قناة كولورز تيفي على منصة التواصل الاجتماعي، وأثناء أداء النجمتين هتف لهما الممثل سونيل شيتي والذي هو أيضا أحد أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج. والجدير بالذكر أنه مباشرة بعد مشاركة مقطع الفيديو عبر الإنترنت تفاعل معه المعجبون بسرعة وأمطروا النجمتين بالثناء، حيث قد علق أحدهم قائلا لا تزال نفس الطاقة، وكتب آخر معلقا يبدو أن ذلك كان بالأمس، ما زالوا يبدون شبابا يا إلهي، وتعليقة أخرى. ومن جهة أخرى فقد تزوجت قبل يومين الممثلة التلفزيونية أرتي سينغ، وقد حضر الحفل العديد من المشاهير، وإليكم بعض اللقطات الحصرية من حفل الزفاف. चला चला जाऊ दे रे सेंटर सेंटर दीपाची सेंटर